مساء الخير والصحة والسعادة والعافية والنشاط على كل من مشترك بقناتي ويتابع فيديوهاتي. بعد ما شربت القهوة قمت شفت شنو عندي مسواق، ما كنت مفكرة إنه أو مخططة إنه أسوي دولمة. بعدين باوعت إنه عندي سلق. أهم نقطة عندي بالدولمة هي السلق، يعني كله موجود دائما، بس السلق عندنا شوية صعب يعني نحصل عليه. باوعت إنه عندي سلق وعندي مواد، فدزيت بس على لحم وبلشت ترم المواد ولفيت الدولمة وخليتها على النار، وبلشت بروتين اليومي اللي هو كنسة والمسحة والتعزيلة والماعين والملابس، روتين اليومي لكل بيت عراقي. هنا بعد ما رتبت أنا البيت وكملت شغلي بلشنا بالغدا. لقيت الدولمة مستوية وجاهزة. على ما اجى ابو علي من الشغل صبينا الغدا والدولمة لاجعة وتجنن، ومكانكم خالي وسهمكم ألف عافية. صدق صارت دولمة يعني تجنن، كلش طيبة صارت. هنا عندي اني قماش خيطته، سويت تلبيسة مال الدوشق من قماش الخاولي. يعني صدق بنات فتشي، يعني هذا القماش يعني حلو ومريح بالخياط وبالتلبيس وبالفرش. يعني قلت بما ان كملنا وتغدينا فسويت بدلت الفرشة، لبست الدوشة التلبيسة الجديدة. وهنا بعد ما كملت كل شغلي والغدا وتلبيسة الدوشة قلت خلني أكافئ نفسي بشرب الشاي اللي من هو شركة دي إكسن. هذا المواد أنا كلش أحبها وأحب أشتريها وأستخدمها. هنا هاي مشترياتي، طبعا قبل فترة أنا مشتريتها وقلت خلنا أنزلكم الفيديو التصوير مالتها. يعني هذه مو مشتريات جديدة، هاي بداية الشهر تقريبا أنا اشتريت هذه المواد. إن شاء الله عجبكم الفيديو.